بعض العلامات التي ذكرها رب العالمين جل وعلا في كتابه لأوصاف أصحاب المحبة الصادقة. يقول الحق: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يكفي يا أخوان يحبهم ويكفي أنهم يحبونه، فكيف إذا أحبوا أحبهم؟ أكبر عطية لله لعبد من عبيده أن يحبه، ولذلك قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. العبد يرضى عن ربه. أنت عبد، لو عذبك فبعدله، ولو أدخلك الجنة فبرحمته، لا حول لك ولا قوة، ولو جلست العمر كله ساجدا ما كافأت نعمة البصر، ومع ذلك من كرمه يحبهم ويحبونه. لاحظ علامات من سيأتي الله بهم إذا ارتد أحد عن دين الإسلام. المنة لله، ما هو لنا. من ارتد عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما أوصاف يا رب اللي تحبهم ويحبونك؟ أولا: أذلة على المؤمنين، أي أنهم أصحاب أخلاق، فيهم لين، فيهم طيبة، يحبون الرفق، هينين لينين، يألفون ويؤلفون. ما يرفع خشمه على عباد الله المؤمنين، دائما يرى لكل مؤمن حق عليه. ليه؟ مؤمنين بمن؟ بربي. اللي يحب ربي أحبه، واللي على ديني أحبه وأفديه. وإذا شفت الواحد رافع خشمه حاد الطباع ودائم الخصومة ويفجر فيها، ولسانه كما قيل ممدود إلى خلف أذانه، ولا يرى لكبير ولا صغير حق، اعلم أن الله يبغضه. قال الحبيب: إن أبغض رجل إلى الله الألد الخصم. ثم أخبر الله أنها درجة المحبة الصادقة، مهب على كل واحد يستطيعها. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. أيها الأحباب، إن حب الله هو إكسير الحياة كلها، هو الرحيق الذي يسير الإنسان يريد أن يصل إليه، طريق الجنة. حب الله نور يضيء الظلمات لك في الحياة، ولكننا معاشر الأحباب في الدنيا كل يزعم محبة الله، وقد فضح الله المحبين بميزان من أعظم الموازين: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من علامات حب الله أن من أحبه عرفه، فإذا عرفه خافه، وإذا خافه ما يجوز أن يبقى على الخوف، لأن الله كريم ودود رحيم يحبه ويرجوه. ولن تصل لحب الله أيها المبارك إلا بمعرفة الله. كيف نعرف الله؟ كما تعلمون، تعرفه بالنظر في الدليل الشرعي السمعي والدليل الكوني، ويعيش العبد تفكرا في الحياة حتى يعبد الله كأنه يراه. من كان يعبد الله كأنه يراه هذه منزلة، إن لم تره فاعبده على أنه واستصحب أنه هو يراك. علامات حب الله للعبد ولن أطيل: أولا: أن يرزقك الله حسن الخلق والرفق. ترى الحليم منا الله يحب هذه الخصلة منه. في حديث أشج بن عبد قيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله. يا رب لا تحرمنا فضلك، وجملنا بالأخلاق كما جملت خلقنا فجمل أخلاقنا. من علامات حب الله أن يهديك للخلق الحسن، أن يهديك لطلاقة الوجه، أن يهديك لبذل نفسك للناس، أن يهديك للصبر على الأذى، أن يهديك لإكساب المعدوم، أن يهديك للكرم، أن يهديك لصلة الرحم. ولذلك الحبيب قبل أن يكون نبيا هيأه الله وصنعه ربي على عينه، فجعله من أحسن بل أحسن الخلق خلقا. فلما أتى من غار حراء قال: زملوني. انظر الزوجة الصالحة: كلا أبشر والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم، إنك لتكسب المعدوم، إنك لتعين على نوائب الدهر، إنك لتقري الضيف. معنى ذلك أن الله اصطفاك بهذه الرسالة لأن أخلاقك أخلاق العظماء، بل هو خير الورى بأبيه وأمي. فمن علامات حب الله أن يرزقك حسن الخلق. اسألوا الله. كان الحبيب ماذا يقول؟ خلنا ندعوها صدق: اللهم آت نفوسنا تقواها، يا رب زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا، يا رب اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. فإن الله إذا شاء بك خيرا جمل باطنك كما جمل ظاهرك. والله جميل ويحب الجمال، ومن أعظم الجمال جمال الخلق. ولذلك أحبابي خلقي وخلقك ما أقدر غيره ولا قد غيره، مع أن الله لا يخلق إلا جمالا، والله لا يخلق الشر المحض، وفي كل زاوية في الكون جمال. يمكن ترى الشين في عينك زين في عيني أنا، ولكن في النهاية كله جميل. الله جميل يحب الجمال.